شج رأسه احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله الأوقات واللحظات. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا يجيب عن أسئلتكم الدينية، يتفاعل مع انشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا السعيد مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد، الله يبارك فيك. في غمرة جاهلية العرب ضد المرأة، كان محمد بن عبد الله عليه ألف الصلاة وأزكى التسليم محبا لابنته وزوجته وكل من تعلق به. محمد صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم عند سرقة المخزومية قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. نسبة فاطمة رضي الله عنها لأبيها ولنفسه نسبة حنان يقرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان يدخل على فاطمة ويجلس عندها ويقول لها: يا أم أبيها، يا أميمة. هي مناسبات كانت تثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمحيطه العائلي، محبته صلى الله عليه وسلم لبناته وللنساء الذين يحيطون به من عمات وخالات وزوجات. علاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمرأة موضوعنا هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شيخنا أبدا ليس استجابة لسياق معين، ولكن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تكون أبا، وكيف تكون عما، كيف تكون خالا، وكيف تكون ابنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة الله المهداة. صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن الكريم يقر مبدأ من المبادئ الكبرى التي يسعد بها البشر إذا اعتمدوها وأقروها وطبقوا هذه المبادئ في حياتهم. حينما نقرأ مثلا قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، فكرامة الإنسان كامنة في آدميته. ولقد كرمنا بني آدم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المبدأ القرآني: كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم تأتي سورة الحجرات التي يسميها العلماء بسورة الأخلاق. في الآية 13 ربي سبحانه يقول جزء من هذه الآية، يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القرآن الكريم إذن وضع معيارا للتفاضل، وهو معيار عادل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدما اختلت الموازين في حياة الناس، فاختلفت الموازين واختلت الموازين، ولكن جاء القرآن الكريم ليقر هذا المبدأ العادل المنصف. يقول ربنا في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن كرامة الإنسان كامنة في آدميته. القرآن الكريم يقر مبدأ التفاضل، ولكن بالميزان العادل الموضوعي، وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلكم لآدم وآدم من تراب. هي أحاديث كثيرة تترى تؤكد هذه المبادئ المستقرة في كتاب الله العزيز. أيضا أمر آخر، هذا النبي المصطفى بين الله عز وجل في سيرته العاطرة بدءا من أول خطوة في الوحي
نزل القرآن الكريم كما يروي الإمام البخاري في الكتاب في صحيحه بدء الوحي، يروي هذه الحكاية قصة أول اتصال بين السماء والأرض. نبينا صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات الأولى التي نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى البيت، جاء إلى بيت الزوجية، إلى بيته، إلى زوجته خديجة حينما كان يقول لها: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، ثم وقفت معه من أول خطوة: كلا والله ليخزيك الله أبدا. من هذا الموقف موقف للمرأة للزوجة، قدر الله عز وجل قبل أن يبعثه رسولا وقبل أن يتنزل عليه الوحي هيأ له الأسرة التي تستقبل هذا الوحي الطاهر. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أخي أحمد، هل خديجة لها دراية بالوحي؟ لا تعلم هذا الشيء. يمكن بكل بساطة ممكن تقول له باللغة هكذا، تقول له: أنت رجل، شوف الرجال، شوف آخرين، احكي لهم، يعني أنا خاطيني هذه الأمور لا أعرفها. عادي، هذه من المواقف المحتملة المتوقعة، ولو صدرت من أمنا خديجة عليها الرضوان يعني مقبولة. تقول: أنا امرأة ما نعرفش هذا مسائل الوحي، راك تقول لي نزل القرآن عليا اقرأ، وراك تقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. وممكن تقول له: روح شوف الرجال، ممكن، ولكن لا، وقفت معه من البداية: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت له جملة من المقويات، من المؤيدات له، من المثبتات له: إنك لتصل الرحيم وتعين على بالحق وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني ذكرت له جملة من الأوصاف، جملة من المواصفات، جملة من الخصال التي يتمتع بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمنطق يقتضي، إذا تحدث بلغة المنطق، أن الله عز وجل لا يضيع رجلا كهذا، لا يضيع رجل كهذا صلى الله عليه وسلم. كان يقدم هذه الخدمات بين قوسين يسميها العلماء العبادات ذات البعد الاجتماعي المتعدية إلى الغير، ليست عبادات قاصرة. لم تذكر هنا الصلاة أو الصيام، لا، ما على بالها بهذا الشيء، ولكن إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخر. عبادات ليست قاصرة بل متعدية، تتعدى إلى الغير. إذا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفت معه هذه المرأة الفاضلة. وحتى شيخنا لو سمحت، انظر إلى ذلك الخطاب الذي قدمته السيدة خديجة رضي الله عنها. خطاب للمستقبل، خطاب الوعي، خطاب القدرة على فهم اللحظة الحرجة القلقة بتفاعلاتها، وكيف استطاعت أن تقرأ هذا الشخص في هذه اللحظة مع صعوبتها ومع غموضها أيضا. نعم، سبحان الله العظيم. يعني بارك الله فيك على هذا التعليق وعلى هذا البيان الذكي لهذا الموقف. احنا نقول خير الرجال مواقف. صحيح. ربنا قال في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال، ما قالش ذكور. صحيح. ما قالش ذكور، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم ذكر أوصاف: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا السيدة خديجة رغم أنها تجهل يعني خصوص هذه الأمور تاع الوحي والموقف سريع وعاجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى من يثبته، إلى من يقويه، إلى من يقول له لا تخف، فقد كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت هذه الأوصاف كما ذكرنا. إذا ذكرت هذا النموذج أو هذا الموقف فقط باش نعطي رسالة لنا جميعا أن المرأة كانت واقفة معه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ما نقولش يدافع عن حقوق المرأة كما قلت، ليس يعني هو السياق فقط هكذا، يعني جاء بانسيابية بيني وبين أخي العزيز أحمد، يعني بانسيابية هكذا. وكانت حاضرة هذه المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحترمها أيضا، يحترمها زوجة، يحترمها أما، يحترمها بنتا. يكفي أن نعلم النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع وقد أوذي استهزئ به كما استهزئ بالرسل الذين من قبله وأوذي أذى المعنوي، والأذى المعنوي والإساءة للشريف يعني أمر صعب، يعني أليس كذلك؟ صحيح. ولكن ويضرب ويتهم أنه كاهن، أنه شاعر، أنه ساحر، ولكن يعود وتبكي ابنته فاطمة ريحانته كما يسميها صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقولها: إن الله ناصر أباك،
يعني لا تبكي، يعني إن الله ناصر أباك. فيعني شوف هذه العلاقة. والسمية كانت حاضرة أيضا، وهي أول شهيدة في الإسلام. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكذلك في الهجرة الثانية إلى الحبشة، كانت الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. ممن حضر في هذه الهجرة طبعا هناك رجال من أشرف القوم، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن عفان، مثل يعني هؤلاء. ولكن مع ذلك كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية. ممكن أي واحد يقول له علاش يبعثها، علاش ما بعث بنته، ما بعثش واحد من العائلة نتاعو، لا بعثها وكانت حاضرة. وبعدين 18 امرأة كنا حاضرات. طبعا وكان الرجال أيضا في حدود 83 رجل. إذن حبيت نقول شوف هذا الحضور. لذلك لم يكن هكذا وقال النساء شقائق الرجال، استوصوا بالنساء خيرا. يعني وصورة كاملة تحمل اسم النساء، صورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وحينما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قرأ هذه الصورة من الآية الأولى إلى الآية رقم 41. حد النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ عليه القرآن، وقال له ذلك الصحابي الجليل، قال له أقرأ عليك وعليك أنزل. طبعا موقف ثقيل، يعني جلل، كيف يقرأ الصحابي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن أسمعه من غيري. وأسمعه سورة النساء، وأسمعها سورة النساء. فكان يقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى نوصل إلى الآية رقم 41. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الجليل حسبك، توقف. وهذا الصحابي يحكي، قال فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان الدموع. وش من الآية التي أبكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الآية 41 من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. على الجميع، ذكور إناث، كل الجميع كل الناس. إذن هذه الآية في الحقيقة تمثل موقفا جللا استحضر معانيه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. الآية التي أبكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن كانت حاضرة هذه المرأة، حاضرة بمواقفها سواء في الهجرة، ونحن نعلم أيضا أسماء ذات النطاقين وموقفها بل ودورها في الهجرة النبوية الشريفة، وفاطمة والسيدة خديجة ذكرناها أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين العالمة الفقيهة المربية. حضور سمية أول شهيدة في الإسلام، يستوصوا بالنساء خيرا، وفي الهجرة الحبشة، وفي الهجرة أيضا إلى المدينة المنورة. يعني مواقف كثيرة. والقرآن أيضا يحمي المرأة هناك في جهات أخرى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني الآن كخلاصة نقول المرأة لها وزنها وكرامتها وقيمتها منذ نزل القرآن الكريم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رقم 1. رقم 2، المرأة ما يلزمش يكون عندها يوم فقط في حياتها، يوم الشجرة وعيد الأم وعيد المرأة، كلها طبعا ما هوش من ثقافتنا ولا من حضارتنا. وهذا نقول هذا الكلام بدون عقدة أمام حضارة الغرب. أي شيء مليح مرحبا به، ما في مشكل، ولكن لابد أن نمرر هذه الرسالة: أن المرأة لها وزنها، لها مقامها، لها قيمتها، لها كرامتها، لها مواقفها المشرفة، وصفحات حياتها صفحات مشرقة في تاريخنا الإسلامي المضيء. ولكن هل نحن كمسلمين ذكورا وإناثا هل وصلنا إلى مستوى القرآن الكريم؟ هنا السؤال: هل استطعنا أن نجسده عمليا هذه القيم وهذه المبادئ وهذه العلاقات؟ هل ترجمناها؟ وهذه المركزية. نفتح قوسا أيضا مهما: الذين يريدون أن يفرضوا علينا ثقافة الصراع بين الرجال والنساء. مش معقول. لو سألت أخي أحمد أو سألت أيا كان نقول له شكون خير، بابك ولا يمك؟ لا يمكن. طبعا كلاهما، ربي قال وبالوالدين إحسانا. ولكن للرجل خصوصيات وخصائص ووظائف، وللمرأة كذلك. إذن ويتحقق بينهما التكامل، لا التباين، لا الصراع. إذن لا نريد ثقافة الصراع، ولكن نريد ثقافة التكامل. كلما التزم الذكر أو الرجل بخصوصيته ووظائفه
وكذلك المرأة فعلت نفس الفعلة نفسها كلما تحقق هذا التكامل. والوحي الطاهر فيه الخير الكثير اللي يخلينا باش نتعايش في هذه الحياة ونعمر هذه الدنيا بكل احترام وبكل أدب، ثم بعد ذلك نقيم الحجة على الناس ولكن نبرئ الذمة بعد ذلك. إذن هذا وحينا، هذه عقيدتنا، هذا تاريخنا المشرق، ولكن نريد نحن أن نرتقي إلى هذا المستوى القرآني لنحقق تلك السعادة التي نأملها جميعا تمهيدا للسعادة في دار القرار. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وأحسن الله إليك. هذه الكلمات التي تفضلت بها رجاء ملخصة مترجمة بالأمازيغية بسرعة. بارك الله فيك يا مثلا في السماثين. أولا كين غاسن تريد بوياسا ماشي فين يعني المناسبة كي نتمطوصنا خاطي ماشي نشتا فقط باش نفكر نتفراثين هذا دنيني باللي الإسلام النغ يفكيس زالي ثمطوث، أما كين يفكي زالي يورجاز، أما رجاز مثمطوث كل يمس القيمة كل يمس الحرمة كل يمس القدريس. ثمسلت في الثلاث نفيوش في صلى الله عليه وسلم في السيرينس تمطوث دايما ثلا ثمطوث خديجة نحكد في الله السيدة عائشة يليس فاطمة الزهراء ياك وما سمية ذنساتي تمزوري تفكر روحيس يوذ من ربي أول شهيدة في الإسلام. في ثلاثة الإسلام وغدينا راه ذي الصراع ذي ثاع ذوث يروقاز مطوث خاطي قرني في قبيليث أرقاز تارقا ثمطوث تمذا. يعني هذا من المثل أمازيغي يعبر بكل وضوح وبكل حكمة عن التكامل بين الرجل والمرأة. أرقاز تارقا ثمطوث تمذا، لا من الناحية الاجتماعية لا من الناحية الاقتصادية لا من الناحية الثقافية، من جميع النواحي. ثورة نكون إذا شو يغفل النار أين يقدرونك يعني تجاوزات الباطل يقدران ماشي ذا الإسلام. نكون قلقا ذوي إيمان النغ باش نفغ سي المحنة ذي الله نفغ ارتفث إن شاء الله. كن يفكر ربي وكسر ذي اليسر وكن يفكر ربي ثلاثة نسر. شكرا جزيلا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طيب تبقى من بعض الانشغالات لديكم تفضلوا بها وبمباشرة بالإجابة عنها حتى نشرع على بركة الله في استقبال المكالمات الهاتفية. تفضلوا سيدي. نعم، بالنسبة لأم عبد الرحمن عفوا بالنسبة لرزيقا بجاو أم عبد الرحمن أجبناها رزيقة أجبناها باقتضاب. يعني بالنسبة قد ما هو حكم الإخوة اللي يحرمون من رزق الأب ومن وجه الأب. وطبعا تركت هاتفها وتواصلت معها بعد الحصة مباشرة في الأحد الماضي، ولكن الآن باختصار نقول من ناحية الشرعية كموقف نتاع الإفتاء لا يجوز للإخوة أن يحرموا الأخوات جميعا أو إحداهن من رزق الأب أو من وجه الأب على وجه الخصوص، لا يجوز. في حياته يمنع وبعد وفاته أيضا يمنع، لأن العدوان على الميراث من أخطر ألوان العدوان. هو سمح لي شيخنا حتى النظر في وجه أبيك وأمك ورزق. عليك نور، بارك الله فيك بارك الله فيك. سبحان الله، يعني هو رزق جزاك الله خير. الآن جاتني في قصة يوسف كي قال له يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الربط بين رؤية الله يفكرك بشهادة رؤية وجه الأب والصلاح. يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. أما من حيث الحرمان من الميراث هذا قلت من أخطر ألوان العدوان، لا يجوز شرعا. لذلك وصيتنا كالآتي: أن الأخوات يلجوا إلى أفراد العائلة العقلاء والصلحاء باش يعني يدخلوا بيناتكم من أجل إصلاح ذات البين. أولا من أجل قسمة ما تملكون بطريقة شرعية لا ضيم فيها ولا جور، وإذا تعذر ذلك فالنصح للجميع اللجوء إلى المحكمة، والمحكمة تطبق أحكام الشريعة في هذا الباب. وحتى بعض التفاصيل التي لم ترد نصا في مواد قانون الأسرة 84/11 بتعديله الذي حصل في 2005 نجد المادة 222 من قانون الأسرة التي تقر بكل وضوح وباللفظ الواحد كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. أم صلاح أيضا تواصلت معها بعد الحصة، وتواصلت مع ابنتها ذات 18 عام
اللي أثارت مشكلة. قالت بنتي 18 سنة تتفرج على الأفلام الهندية وإلى آخره، وحكيت معها طبعا 18 سنة والله يبارك الطفلة ما شاء الله وراهي تصلي ما شاء الله، ولكن نصحناها أن تملأ الفراغ، لأن الفراغ هو أم العيوب. إذا كان المرأة ما عندها ولا شيء، ولا الراجل ولا الشاب ولا، النبي عليه الصلاة والسلام كي قال نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كي يكون واحد فارغ ما عنده الشغل، كان قارن استقبالي تلعب ذي ستوفان، الفراغ يتحكم منه الشيطان يدير فيه العجب يعمره. وقال الحسن البصري النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. لذلك نصحناها باش تملأ إن شاء الله حياتها بتلاوة القرآن، وكذلك بحضور الحلقات العلمية المسجدية، وإن شاء الله متاعها تسمح لها تأذن لها بذلك وهكذا. ثم هذه أجبنا طبعا بالتفصيل فقط باش نربحوا الوقت. هلا حرموا كذا وكذا. وبعدين الأب عنده 7 إخوة، قالت هو قال لك يعرف ربي، ولكن زوجي تقول يصلي يعرف ربي ولكن يقول لأولاده كلام السوء. هنا الكارثة. انت كي تقول يا أم صلاح من تيارت قلت زوجي يصلي يعرف ربي، هاي الكلمات كتبتها كما قلتها، يقول لأولاده كلام السوء، ما ينفعش، ما يرتبطوش. ربي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا المفروض الصلاة تثمر أخلاقا فاضلة، تثمر معاملة حسنة للناس جميعا، والأولاد هم أولى بهذا الخير، بهذه الحسنى. ما كاينش كيفاه، وما كاينش حاجة تدمر الصغار، تدمر الأولاد كما الكلام الجارح يقاز يحلو يروالي تغيزير النو كلام الجارح. ربي قال في القرآن وقولوا للناس حسنى للناس حسنى. وربي سبحانه قال أيضا في آية أخرى والله يحب المحسنين، يعني في آخر الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الكلمة. وقال ربي في سورة إبراهيم الآية 24 حتى الآية 27 ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس، أي بلا حدود. والكلمة الأخرى اللي هي كلمة الشرك أو أي كلام آخر مش مليح. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبعدين رب رجع إلى الكلام الطيب وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا ما يعني يبقى لنا. إليك الخط أخي أحمد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. دكتورنا وأستاذنا سعيد بوزري إجابة عن ما تبقى من أسئلتكم وانشغالاتكم عبر هذا الفضاء. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، البرنامج اليومي المباشر الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية، يتفاعل مع انشغالاتكم الفقهية يوميا بدءا من 6 حتى 7 عدا الجمعة الذي يكون فيها الفضاء مفتوح أو مخصص للإجابة عن الأسئلة الواردة عبر البريد الإلكتروني. سيد أحمد، نبدأ على بركة الله الاستماع للانشغالات وطرح الأسئلة من قبل مشاهدينا الأفاضل. أيوة وهران. السيدة أم عبد العظيم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سيدة أم عبد العظيم، مرحبا بك. الله يسلمك. أخي خذي راحتك خذي راحتك. حبيت نسألك. تفضلي. مرحبا. أنا سيدة عندي 3 أولاد. أيوة. مطلقة مع الرجل الأول. أيوة. وبعد ذلك تزوجت بالرجل الثاني على أساس أنه ما عندوش أولاد وحب يجيب أولاد مني. أيوة. وبعد ذلك أنجبت منه طفلة، والزوجة تاع الأولى كانت مريضة
وبغي في بالك 15 يوم توفت ربي يرحمها. أيوة. وبعد ما جبت هذه الطفلة دركا في عمرها 9 شهور، دركا راه حاب يعاود يتزوج. أيوة. مع انه انا ما عندي ما انا مانيش مقصره في الحق تاعه في كل ملاقي لاقى به في البيت كلش نبغيه وكلش. أيوة. ولكن الان هو حاب يتزوج مع وحده ما عنده علاقه بها. أيوة. علاقه يعني في الحرام، ويقول لي لو كان تحكي تهضري معاها ولا نطلق. واضح. وبغيت نفهم حكم الشرع، يعني اذا مع انه ما عنديش عيب ولا هكا. واضح. ويقول ودرك راه يقول لي لو كان ما تسنيليش باش نعاود الزواج نطلق ثاني. يعني وقعي لي وإلا أطلقك. معناها درك انا مانيش راضيه بهذا الزواج، لخاطر عنده معها علاقه وعايشين في الحرام. وقلت له انا ما نبغيش الحرام يدخل للدار تاعي. قال لي اذا كان ماكش باغيتني انا نوقع، اذا ما باغيش توقعي لي انا نبقى عايش في الحرام وانتي تحاسبي. انا نبقى عايش في الحرام حتى نموت، مع انه يصلي يصوم معناتها حاكم دينه، ولكن يدعي بالدين بزاف. يقول لك هذا ربي محلل تعدد الزوجات. ومعناتها باغي نسقسيك يا شيخ، اذا كان تعدد الزوجات يكون فيه سبب ولا غير يعدد هكا الزوجه. واضح. طيب أختي السيدة أم عبد العظيم، سيدة أم عبد العظيم، طبعا أنت طرحتي انشغالك وحبيتي نصيحة من الشيخ. سيدة أم عبد العظيم، إن شاء الله تسمعي لشيخنا وراح تعملي بنصيحته ان شاء الله. لكن معناتها انا يا شيخ سمحت في ولادي على جارح، بكيتهم، هما يقولوا لي ما تزوجيش وانا نقول لهم لا نستر روحي وغدوه كبروا تنفعوني ومعليش. من بعد دار عليا ودرك راه يقول لي هذه نعرفها من قبل ما نعرفك انت، ومن هي عزبه ما بغيتش نديها لخاطر انت تجيبي الاولاد. طيب سيدة أم عبد العظيم، الزوجه الاولى ما تولدش. سيدة أم عبد العظيم الله يرضى عليك، انت يعني كما نقولوا الواحد راهو في أزمة وقلبه معمر. أنا سيتحدث لك الدكتور سعيد البوزري حديث العقل وحديث الأخوة. أتمنى أنك إن شاء الله تسمعيه وتديري برايه إن شاء الله، وربي يحفظ لك الأولاد إن شاء الله. متفقين؟ نعم أخي، معناتها أنا أخي يعني في جحيم والله، إذا ما حياتي كلها قلبك. لا إن شاء الله ربي يقويك، وبالنصيحة نتاع شيخنا سعيد فقط إن شاء الله ربي يوفقك لتنفيذها. لأنه الواحد لما يكون زعفان وغضبان تبان الدنيا سوداء، ولكن يسمع كلام ربي وكلام العقل ويمشي للأمام، لأنه الشيطان ماذا به تقعدي في هذه المشاكل وهذا التخبط. بارك الله فيك، سمعي بعقلك وبقلبك كلام شيخنا وربي يوفقك لما فيه الخير. شكرا. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. سيد أحمد، أستقبل المكالمة الثانية بعد استكمال الإجابة كاملة السيدة أم عبد العظيم من وهران. تفضل شيخنا السعيد، استمعت دون أن أعيد لك تفاصيل هذه الحكاية، بما تنصح؟ نعم. أولا تتم لما قال أخي أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. أم عبد العظيم مشاعرك وصلت، يعني فهمناك مليح. الوضع اللي راكي فيه وضع صح مؤلم لعدة أسباب. السبب الأول أنه أنت عندك 3 أولاد من الزوج الأول رحمة الله عليه الله يرحمه، وبعدين عودتي الزواج معاه بعقد معنوي وعقد شرعي،
كما قلت دار عليا، والحمد لله أنت قلتي راكي تدي جميع الحقوق. يعني هذا الإنسان المفروض يحمد ربي، المفروض. على نقول هكذا لأن كفر النعمة ثاني مش مليحة. واحد عطاله ربي نعمة لازم يحمد ربي. اللي يخرج برجليه برك يمشي يحمد ربي، اللي يشوف بالبصر نتاعو يحمد ربي، لأنه نعم الله عز وجل علينا كثيرة بأنواعها، بنعم نفع ونعم دفع. هو للأسف يعني المفروض يحمد ربي وما حمدش ربي. رقم 2. رقم 3 أنه راه يعيش في الحرام وراه مصر يقول لك أنا أعيش في الحرام حتى نموت. يعني ما هذا التحدي، ما هذا التحدي؟ يعني واحد عنده جرأة هكذا بهذا الشكل، يعني يقول نعيش في الحرام. والصلاة ذكرنا الآن الآية، ربي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان واحد يصلي ولكن ما ثمرات الصلاة ما هيش موجودة، أي 5 صلوات هي الصلة بالله عز وجل، 5 صلوات في اليوم، أقل درجة وأقل ثمرة أن الإنسان ما يظلمش. ولكن هذا الظلم كنتية وظلم الإسلام وظلم المسلمين وعطى صورة مشوهة وظلم هذيك المرأة، لأنه طبعا إذا كان هي قابلة بهذا الشيء أيضا كلاهما شارك في الجريمة، كلاهما شارك في الإثم. وسبحان الله. وبعدين يولي الشونتاج لهذا الإكراه وقعي طبقا للقانون للمادة 8 تشترط موافقة الزوجة السابقة واللاحقة باش يعني تسجل عقد زواجه في الحالة المدنية، وبعدين يتوقعي يا الطلاق. سبحان الله. دروك علاش حكيت هذه الحكاية؟ باش نقول لك يا أم عبد العظيم فهمناك، ولكن دروك سمحي لي يا أختي الفاضلة، ربي يهديك وربي يهدينا جميعا. لازم تديري في بالك باللي بالصدق يتميز أهل الإيمان عن غيرهم، بلا ما نقولهم بالصدق يتميز أهل الإيمان عن غيرهم. رقم 1. رقم 2 ربي قال في أوائل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كاين عقود بيناتكم، عطالك عقد وعهد وكذا وبعدين قلت دار عليك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. بمعنى إذا كان هو غلط، إذا كان هو ارتكب الإثم وظلمك، أنت ما تقابليش الظلم بالظلم، ما تقابليش الباطل بالباطل. اللي قال لك خويا أحمد ما تخليش الشيطان يتدخل يولي يرجع لك الدنيا كحلة الدنيا سوداء، لا، تكلي على ربي، هضري معاه خطاب العقل. إذا كان واحد من العائلة يمكن يعاونك في هذا يكون أحسن. هذه نصيحتي ليك باش يقول يا فلان اتق الله، اتق الله، عندك زوجة ما شاء الله، عندك أولاد، أحمد ربي، روح تصلي، تعبد ربي، دير الخير، والفراغ هذا قضيه في الباقيات الصالحات، ما وش في هذه الأمور وكذا زواج. ما نعيشوش في الدنيا هذه 20 قرن يا ناس، إنما هي أيام. كما قال سيد علي رضي الله عنه يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لذلك بعض الناس يا أخي أحمد تقول كأنهم يعيشين 20 قرن، 20 قرن، تلقى عنده 50 سنة 60 سنة مازال يفكر في الزواج مش عارف ايه، وواحد الأحلام تاع غريب جدا، عن باله الموت ليكس يعني. سبحان الله العظيم. لذلك والله غير يعني الإنسان يتألم لهذا الوضع، ولكن في الوقت نفسه يا أختي ربي حفظك فهمناك، ولكن فهمي لا ترك انت بعد ما تنصحيه وتقولي كاع واش يضرك إذا كان مصرا، وتحملي عواقب المستقبل، وإذا كان مصرا سنيله. هاو نصيحة نقولها لك. ممكن تقول كيفاه وكيفاه، وصدقي لو كان يشاورني نقول له ما تعوزش الزواج، عندك زوجة ما شاء الله، هني روحك وروح عبد ربي وريح. لو كان يشاورني هو يشاور حمدي يقول نفس الكلام. ولكن إذا كان ركب شيطان وكذا وراح ولا شيطان يركبه هو وكذا، ده في الهاوية، يخسر كاع الحياة، وعش الزوجية تحول إلى جحيم لا يطاق، واستمر في الحرام وكذا. لا، قول سيدي أنا يا نسنيلك، ما بغاش ياخذ رأي سنيله. نقول لك ما هي المؤيدات لهذا الرأي. كاين ربي معكم ما تخافيش. نفكرك باش قال ابن عطاء الله، قال من وجد الله فماذا فقد. يا سعد الإنسان اللي يكون مع ربي ويكون معها ربي سبحانه. كوني مع ربي وما تخافيش،
راكي في حماية الله ورعايته. كيفاش يحل ربي شغله هو ربي سبحانه. يد الله تعمل في خفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. خليه على الأقل ضميرك مرتاح بينك وبين ربي سبحانه عز وجل، وهو خليه نصحيه والسلام. بغى هكذا مصر يدير لك الشونطاج كيما هذا، وقعي له وخليه. تكلي على ربي سبحانه، تفرغي لدارك والعبادة نتاعك، وربي سبحانه سوف يغير الحال إلى أحسن حال. هذا واش نقدر نقول يعني باش نخليو المجال للسادة. بارك الله فيك. سامحني شيخنا وانت تتحدث تذكرت من حكى لي حكاية أنه كبر به عدد الزوجات كما أراد، كان شابا ولديه من الطاقة ما كان. عندما كبر لم يجد إلا تلك الأولى التي كتبها الله سبحانه وتعالى، عاد إليها وأعانته وعاونته، لأنه مرض وأموره الصحية ذهبت. لأن الإنسان أحيانا يعجل ويعتقد أنه قادر على نفسه، والله هو أعلم بالحال. فبارك الله فيكم، إن شاء الله تتعلم أختنا أم عبد العظيم من هذه النصيحة وتعمل بها. ماشي تقول له تفكرت واحد الحكاية العبرة يعني لا أدري إذا كان يعني إن شاء الله باختصار. في واحد هكذا ثاني بغى يعدد، ولكن هذا المرة قال لك نروح نجيب واحدة من أوروبا على جال باش يحسن ظروفه المالية وهكذا إلى آخره. وبعدين في نيته هكذا، هي قالت له لا ما نقبلش، وقال لازم نطلقك في الكواغط، لأنه طبعا قانون المدني الفرنسي لا يقبل تعدد الزوجات. معنى يطلق زوجة يمات ولاده يطلقها ويروح يدير الزواج هذه كما يقولوا زواج تجاري، يدير حسابه. المهم في اللقاء المباشر، وطبعا استأذنت له، هو رحمه الله مات الآن رحمه الله، قلت له يا فلان لوجه الله عندك زوجة احمد ربي وروح تعبد ربي وخدم الخير وخدم الصلاح، قريب الموت وقاع شوش بقى لنا في هذه الحياة. ولكن طبعا في اللقاء ما قدر يعني يواجه الحجة والبيان وكذا. قال عليكم هذه فرنسية مسيحية، وقلت ما عندهاش الذنوب هي. يعني أحد أمرين، هو التزم أنه يطلق الزوجة الفرنسية بعد ما يسقم أمور المالية ويرجع للزوجة الأولى. قلت له أولا ممكن يعجبك الحال في فرنسا وتخلي مرتك وتضيعها وتضيع أولادك، هذا احتمال وارد. وإذا فعلت كذلك فقد ظلمت زوجتك الأولى وأولادك وظلمتنا قاع كمجتمع. الاحتمال الثاني، إذا كان رجعت الزوجة الأولى وتروح تطلق هذه الزوجة الفرنسية وهي أيضا راك ظلمتها، ما ذنبها؟ في كل الأحوال أنت راك من ظلم إلى ظلم، وتلقى ربك ظالما. المهم في النهاية دار حساب لكل شيء ما عدا شيء واحد، نسى ربي سبحانه في هذه اللحظات. بعد شهرين ظهر في هذاك المرض اللي ربي بعده عينه كامل وراح يعني. وفي اللحظات الأخيرة كان يطلب السماح من زوجته الأولى وما وجد إلا هي، وتقول له سمحت لك وإن شاء الله ربي يحفظك وكذا، ربي يختم لك بحسن الخاتمة. إذن فلنعتبر، ولكن سيد علي يقول ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. شكرا شيخنا السعيد. إيمان خنشلة، السلام عليكم. الو السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سامحينا طولنا عليك، تفضلي. لا سمح، بريت نسقسيكم. السمانة اللي فاتت كانوا الأيام البيض. أيوة. وكي كنت نتوضا فات لي شوي ماء، هل نعاود يعني هذا اليوم ولا لا؟ واضح. والسؤال الثاني بالنسبة ماذا بيا الدكتور برك يبين لنا التشهد الأول والتشهد الأخير يوضح لنا. واضح. والسؤال الثالث، هل لازم مع الشفع ديما ركعتين أو 4 أو 6 قبل الوتر؟ واضح. والانشغال الأخير، أنا زوجي مبذر ياسر خلاص. وكل مرة كيما يمد لي باغ اكزومبل يقول لي هاكي مصروفك ولا ديما نخبي عليه، ولا دي فوا نقول له باغ اكزومبل راني شريت هذيك الحاجة بصوم هكا باش نخبي. وكل وين يحتاج نولي شغل نبين له بلي راني نسلف له من عند خاوتي ولا ونمد له ليه، مي ما نقولوش بلي راه دراهمه، وشاك فوا نقعد نخبيه. هل يجوز واش راني ندير ولا لا؟ هذا ما كان. الله يقويك سيدة إيمان ويحفظك الزوج إن شاء الله. يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة ياسر خلاص. الله يبارك فيك سيدي إيمان. شكرا أختنا إيمان من خنشلة. احنا شيخنا لما نسمعوا هكذا تفاعلات داخل البيت نفرحوا. المهم كاين بيت الزوجية، الطلاق هو اللي كسرنا راسنا. فرب إن شاء الله يقوي الأزواج على بناء الزوجية بشكل جيد. أي نبدأ على بركة الله. الأسبوع الماضي كانت صايمة الأيام البيض، فإذا وجدت شيئا من الماء
ينزلق إلى حلقها، هل تعيد هذا اليوم؟ ما دام هو على سبيل الخطأ فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله في رواية: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن ما تعوديش ذلك اليوم، لأنه هو أصلا هو يوم نافلة. طيب، وإذا كان فيها رأي فقهي يقول لك يعني من باب الاستحباب، مادام درتي نية الصيام تعوديه، ولكن ننصحك بعدم الإعادة. عندك أيام أخرى تعوديها تصومها ولا حرج عليك. بارك الله فيك. التشهد الأول والأخير ما الفرق؟ نعم، بالنسبة للتشهد الأول هذا يعني كي نصلوا مثلا صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، طبعا نصلي المغرب ركعتين ثم نديروا التشهد الأول: تحية الله الزكية الطيبة الصلوات الله حتى النهاية، وما نديروش صلاة الإبراهيمية. طيب، هنا إذا كان يجوز فقهيا شرعا، إذا كان واحد هو أتم التشهد الأول والإمام لم ينهض بعد للركعة الثالثة ويبقى الإنسان هكذا ساكتا باش ما ينصرفش ذهن ربما إلى أشياء مش مليحة ويخرج من جو الصلاة، يجوز له أن يقرأ حتى التشهد الثاني في الصلاة الإبراهيمية هكذا. أما في الوضع العادي أنه بعد ركعتين يكون التشهد الأول، في نهاية الصلاة، كل صلاة سواء صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، في نهاية الصلاة تجيب التشهد الأول: تحية الله الزكاة الطيبة حتى النهاية، وبعدين صلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، حتى توصل إنك حميد مجيد. في صلاة الشفع والوتر هل من الضروري أن تزيد ركعتين 3 4 6 قبل الوتر؟ استحبابا تزيد ركعتين فقط، ولكن يجوز باش تصلي مجموع كما نصليو في التراويح في رمضان. يعني واحد اللي بغى نفكروه بعد صلاة العشاء صلينا مع الإمام صلاة العشاء وبعدين نصليو 8 ركعات، 8 ركعات، ركعتين معنا 4 تسليمات، وبعدين نصليو الشفع ركعتين ونصليو الوتر. وفي الحرمين مثلا يصليو 20 ركعة، يعني 10 تسليمات، باش نقول هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة. والأجمل التزام يعني صورة واحدة في الوطن الواحد. يعني احنا نصليو 8 ركعات نصليوها في الشرق في الشمال في الجنوب، هي هكذا. اللي يبغى يضيف لا يصلي الوتر، لا يوترني في واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل إلى بيته ثم يعني يصلي وينفل ركعتين ما استطاع. لذلك كي تصلي الشفع عندك حق تزيد ركعتين أو أكثر، كل ذلك جائز. وممكن تكتفي بصلاة الشفع فقط وركعتين ثم صلاة الوتر. وصلاة الوتر أيضا ممكن تأخرها إلى غاية وقتها الاختياري أو وقتها الضروري، طبعا اللي يبدأ من طلوع الفجر الصادق. ومتى ينتهي مع الشروق. يعني إذا كان استيقظت وبقى لك مدة كافية لأداء رغيبة الفجر وأداء الفريضة اللي هي صلاة الصبح، ويبقى لك شيء من الوقت، هنا تصلي الوتر ركعة واحدة وتصلي الرغيبة ركعتين السنة وتصلي صلاة الفريضة. إذا كان شفت الوقت ضاق بك الوقت، خلي الوتر هنا لأنه هذا وقت ضروري، وصلي فقط صلاة الرغيبة وكذلك صلاة الفريضة وهي صلاة الصبح أو الفجر. بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، أختنا إيمان هكذا حست باش زوجها مبذر، أنشأت صندوق للتوفير والاحتياط خاص، فهي تأخذ من ماله يعني تشري بثمن ماء، ولكنها تحتفظ بالباقي، ثم إذا احتاج تعيد له المال بدعوى أنها قد أخذته على أخيها، حتى يبقى عنده هذا الحس بأنه مديون فينضبط قليلا. تقول هل هذا يوافق الشرع؟ والله أولا الحديث المعروف كامل كي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا خذي، يعني كي يكون زوج شحيح بخيل ما ينفقش. ربي قال تنفق،
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هو تلقاه مزير وبخيل ومشحاح. يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه طبقا لهذا الحديث. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الحد المطلوب فقط، يعني الذي يحقق الغرض. أما أنت هو يعطي لك وانت راك تقتصدي، الله يبارك. المثال ذكرناه قبيله بالقبائلية في هذا المعنى، ثمطث يحرزن ثيفثي ويكرزن، هذا مثل آخر. معنى المرأة اللي تحرز، اللي تحافظ على بيت الزوجية، وهي المقتصدة رقم واحد، وهي اللي تحافظ. وانت الله يبارك درتي صندوق كما قال خويا أحمد، صندوق التوفير والاحتياط، الله يبارك راكي تسيريه تسيير يعني عقلاني، تسيير رشيد. ثم انت اللي اقتصدتي، لو كان في الدوبه لك ما بقى ولا شيء. اذن بعد ذلك عندك سلطه باش ديري كما درتي. اما تقولي باللي هذا مالي نسلفه لك، من بعد ترجعوه. المهم كي يكون في ازمه راك توقفي معاه، وكي يكون الدار محتاج لاي شيء تجيب ديما هذاك الصندوق نتاعك. اعتقد هذا ان شاء الله جائز وما عندك حتى حرج، ما دام المقصد نتاعك هو المحافظة على البيت والحفاظ على المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شيخنا سامح لي، ربما على هامش هذا السؤال كان مشكل الكذب والمعارض. يعني هي من المفترض أن تعينه دون أن تكذب عليه، ما تقولش هذا دين من أخي، نعم، ولكن أن تقول هذا مال ترده. نعم، ما تقوليش، لأنه الصدق يقول لك الصدق أن تكون صادقا حيث لا ينفعك الكذب. صحيح. يعني كاين معارض، كاين تورية، كاين طرق أخرى تقدر توصلها. درك الآن عندك سلطة على هذا المال، أنت اقتصدتيه، قدرت تسلفي له، الذمة مستقلة بين الزوجين. صحيح. هكذا باش تقول هذا عمي هذا أخوي هذا كذا، بعدين وإذا كنت كذوبا فكن ذكورا، ممكن بعد تنسى يكتشف الكذب وكذا، ما ينفعش. يعني الصدق والسلام. الصدق هو الذي أوصل الأنبياء والأصفياء إلى أعلى عليين، وإن شاء الله بالصدق ربي يوصلك إلى ذروة والسلام الخير إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. سيد أحمد إلى أين؟ طيب نتواصل معكم خلال البرنامج، نستمع لانشغالاتكم، تفضلوا بطرح أسئلتكم ونحن في خدمتكم. غليزان أختنا حفيظة، السلام عليكم. أخت حفيظة غليزان، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، الله يخليك ويفوت للشيخ. تفضلي مرحبا، أنت مع الشيخ مباشرة. خويا أني في حيراني في شحال نحوس عليكم ما دوين قدرتكم. مرحبا بك، تفضلي. أنا يا راجلي راه كي مات، زوج تاعي راه كي مات، الله يرحمه الله يرحمه. ومات وعنده مرأة مطلقة وعندها دراري عندها 4 مع الأولى. أيوة. وكي مات أنا درت الموت، وأنا رجعت له كان فيه الدين، أنا رجعت الدين. أيوة. ومرته الأولى قالت لي باللي أنا يعني في شغل سوسيال، هنا شارين مفتاح. أيوة. وقالت لي بيعي السكنة وبيعي القش وطني حق ولادي. اسكو عندها الحق في الآخر، مع العلم هو ما طلقها، خلى لها كان كاريرها وخلى لها كاع القش، وهي دوك طاوها السكنة. أيوة. دوك أنا نبيع ونعطيهم وأنا ما عنديش وين نروح دروك. طيب، والبيت هذا مكتوب باسمك ولا باسم الزوج؟ لا، شارين مفتاح باسمه. أيوة، واضح. شيخنا واضح الموضوع. إن شاء الله يوضح لنا الشيخ سيدة حفيظة، بارك الله فيك، شكرا. فقط الدين الأخت حفيظة، الدين هذا اللي أنت سددتي الديون تاع زوجك من دراهمك ولا من دراهم اللي خلاهم هو؟ لا ما خلاش هو، الله يرحمه ما خلاش دور ودراهمي، والدين اللي سلكته كان ينفق فيه على اولاده ماشي ديني انايا. من دراهمك انت، خلاص واضح حفيظة. الله يكرمك اخت حفيظة ونعزيك في وفاته وتسمعي. يسلمك خويا، الله يحفظكم الله يعاونكم. شكرا اخت حفيظة، تفضل شيخنا الله يبارك فيك. نعم. طيب الاخت حفيظة، اولا زوجك الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. أمين. ولكن سمعني مليح، يعني انت كنت الله يبارك ما شاء الله جزاك الله خير، يعني رحتي قضيتي ديون نتاع زوجك بدراهمك. صحيح.
نقول لك النبي عليه الصلاة والسلام واش قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حررت زوجك يعني يا سعدك وبارك الله فيك. سبحان الله في القبائل يقولك ثلاوين اتلاوين. معناتها كلمة ثلاوين المادة اللغوية في حد ذاتها معناها هي المرأة التي تقف بجانب زوجها في الضيق، تساعده توقف معاه. ثلاوين يتسلاوين كما ذكرنا السيدة خديجة وكيفاش وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم معنويا وماديا كما نعلم. انت درتي هذا الموقف، ربي يجازيك خير وربي يحفظك ان شاء الله. قضيتي دينه، حررتيه وريحتيه ان شاء الله يرتاح في الآخرة. طيب، ولكن سمعي لي وسمحي لي نقول لك الشرع واش يقول كي يموت الزوج ولا الزوجة ولا أي إنسان مات، ما ترك تاركة كاع الشيء اللي خلاه يعتبر تاركة، يؤول إلى خلفائه. أشكون هم الخلفاء نتاعو؟ هم الورثة. الآن شكون الورثة نتاعو؟ الزوجة نتاعو المطلقة هذيك الأولى ما عندهاش، ليست وارثة، هذيك ليست وارثة. شكون هما الورثة؟ أنتيا وولادو، أنت مادام زوجته زائد ولادو. طيب، الشيء اللي صرفتيه أنتيا إذا كان مثلا صرفتي عليه 20 مليون دين، هذه من ذمتك المالية، هذا دين يسدد من التركة. لماذا؟ طبقا للقاعدة الفقهية اللي تقول لا تركة إلا بعد سداد الديون، وأخرى وتنفيذ الوصايا. بمعنى 20 مليون تاعك هذه لازم تتنح من الميراث نتاعو. طبعا خذيتي مالك من بعد باش تصفى التركة وتولي انت وارثة، الشرع عطالك الثمن، والباقي يؤول إلى أولاده ذكورا وإناثا وفقا للقاعدة اللي موجودة في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، تقول انت السكنة ما عنديش. الآن كاين ما يسمى بالتخارج، كاين قاعدة في الفقه في الشرع في علم الفرائض اسمها التخارج. بمعنى ماشي شرط كي يموت مع لازم يتباع الدار وكذا، لا، كاين تخارج، يتقيم هذا الدار ولعله عنده منقولات أخرى، أموال أخرى، بعد ما تتقيم كل الممتلكات نتاعو. نعود نقول إن شاء الله شيخنا بارك الله فيك. يحين الآن مشاهدي الكرام موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. شيخنا. نعم. الأخت حفيظة ينبغي نكمل الجواب إن شاء الله تعالى، ونقول لك كل ما تركه زوجك رحمه الله هذاك ميراث يوزع على الورثة. أولا شكون هي التركة، شكون هم الورثة؟ التركة هي الدار اللي خلاها أنت سكنة فيه الآن، والدار اللي ادتها المطلقة نتاعو إذا كان هذا الدار نتاعو، إذا كان نتاعو ندير احتمالين، إذا كان مكتوبة على اسمه ونتاعو هي أيضا تدخل في الميراث. القش كما قلتي خلى القش لها، خلى القش في الدار صافي. إذا كان الدار نتاعو والقش نتاعو حتى هذاك يعتبر ميراث. القش جميع سواء الثلاجة أو الأثاث المنزلي ككل. يضاف إلى ذلك الأموال إذا كان في أموال نقود أو كذا، ما تركه كله يعتبر التركة، وينتقل من المورث اللي هو الميت الله يرحمه إلى الورثة. شكون هم الورثة؟ أنت يا أولاده، أنت يا أولاده. الآن الأجمل والأكمل أنكم تطبقوا قواعد التخارج، ما دام هي عندها الدار عايشة ثم بالقش اللي ثم الله يبارك تعيش مع أولادها، وانتيا في الدار الثانية هذه مع القش اللي راه موجود ثم، والسلام وينتهي الإشكال. ممكن يكون حاجة زايدة هنا ولا نقصة هنا، ما كايش مشكل في إطار التخارج، يعني في إطار التخارج، في إطار التخارج. وهذا يتم بالتراضي لا بالتقاضي، خاطر يكون الناس يعني يحسبوا بعضهم البعض، يقول لك الفرشيطة هذه لازم نحسبوها، هذيك الغرفة أو هذه كذا.
نقول الورثة ما ديروش هكذا، ماشي هذه الأمور يعني تناقشوا على الأمور البسيطة هذه. خليوا المحبة بيناتكم، خليوا هذيك الروابط والأواصر بيناتكم والسلام، هذا واش نقدر نقول. ولكن إذا كان السكن نتاع المطلقة نتاعها يعني ملك لها، هذاك ما يدخل في الميراث، هذا ملك لها، أتولي هي في كل الأحوال لا ترث منه لأنها مطلقة، ولكن ولادها هم ورثة. هنا الذي نراه صوابا أنه يقيم ما تركه سواء كان عقارا أو منقولا ويوزع على الورثة طبقا للفريضة الشرعية مع ضرورة الأخذ بقواعد التخارج. قواعد التخارج هذه عنده صور كثيرة باش ما يكونش هناك حرج. أنت قلتي كي نخرج من الدار وين نروح، لا يعني بيع المسكن، بيع العقار خاصة السكن اللي هو الإيواء، لا نلجأ إلى هذا الحل إلا إذا كان كآخر حل والكي آخر العلاج. إذا كان الله غالب والورثة عندهم حق يأخذوا حقهم وما كان شيء آخر يأخذونه عوض ذلك المسكن، هنا عند الضرورة طبعا الله غالب يتقيم المسكن ولا يتباع ولا من أجل تقسيم الميراث على الورثة كل يأخذ حقه الشرعي. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. شيخنا، وكأن الميراث بعد مواتنا جميعا يعلمنا درسا كبيرا بأنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من يبقى بعدك من أبنائك وأهلك اترك لهم التقوى يتمثلوا بها حتى ينجوا من هذه الأنانيات الشيطانية التي يصنعها. يعني قد يترك المرء زوجتين فينتقمان من بعضهما بسبب الذي حدث وينسوا معاني الأخوة الإيمانية. كيف يمكن أن نستفيد من درس الميراث الذي على مائدة صح التعبير هذا الميت الذي فقدناه نقتسم رزقه الذي عمل وعمل عليه سنينا؟ نعم. سبحان الله العظيم، بارك الله فيك. في الحقيقة نأخذ جملة من الدروس والعبر. العبرة الأولى أن هذا المال لا يملكه أحدنا إلى الأبد، يملكه مؤقتا، بدليل اللي تعب عليه وعرق عليه هاو درك راه ميت وخلاه، خلى الدار وخلى دراهم وخلى واش خلى كامل، معناه ما دهش معاه. هذه رسالة ودرس مهم نأخذه. الدرس الثاني أن نترك لأولادنا وورثتنا الحلال. واحد ما يلزمش يعني يروح يدي الحرام، يأكل الحرام ويجيب الحرام بالرشوة بالربا بالاحتكار وكذا، كي يموت ورثته يتمتعون بماله وهو يعذب بسبب بما اكتسب من مال حرام. هذه رسالة ثانية، وربنا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الرسالة الثالثة أن الله هو المالك الأصلي لكل شيء ابتداء وأثناء وانتهاء، لأنه حتى الورثة هذوك اللي ورثوا الديار والدكاكين يجي نهار يموتوا ويخلوا هذيك الأشياء لورثتهم، هذا يخليها لهذا كما نقول بالقبيلية ثمورث تبديل إمولان. الأرض تغير أهلها. ترجمة ممتازة. الأرض تغير أهلها وملاكها، ثمورث تبديل إمولان. يجي نهار شكون الوارث الحقيقي؟ هو الله. ربي جاء في القرآن قال ولله ميراث السماوات والأرض، ما هوش غير حوانات ولا السكنات ولا كل شيء يعود إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض. الدرس الرابع وهو مهم أيضا أنه ما يلزمش تكون الأموال الفانية سببا لتقسيم الأواصر والأخوة والعلاقات والأرحام. يعني بعض الناس يكونوا ما شاء الله بمجرد وفاة المورث تبدأ القرة، تبدأ الحرب، سبحان الله، بين الإخوة وبين الأولاد وبين إلى آخره. لماذا يكون المال هو السبب نتاع قطع الأرحام؟ هذا فهم غلط، نظرة قاصرة، نظرة غير صحيحة للمال. لذلك الناس بكري يقول لك اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. الدنيا إذا كانت في اليد واحد يسيرها ويصرفها في سبيل الله عادي، يتمتع بها صحيح في الحلال، ولكن إذا دخلت القلب لازم صعب، لازم عملية جراحية معقدة باش تخرج من قلبه. هذه رسالة رابعة ومهمة جدا. الرسالة الخامسة أنه يا ناس اتقوا الله،
المواريث خاصة، وأقول هذا الكلام من موقع التجربة، سهلة جدا. قسموها بطريق التراضي، ما تقسموهاش بطريق التقاضي. بمعنى يتقسموها بيناتكم، إذا أنتم تتفهموا حتى على تقييم الممتلكات، العقارات وغيرها والمنقولات وكذا. إذا عجزتم ممكن تستشير يعني استشارة الخبراء يساعدكم في التقييم، وتقسموها بطريقة ودية، والقلوب تبقى دائما نظيفة، ما زديت ولون الشبحا وذمون. بارك الله فيك فضيلة الشيخ سيدنا الدكتور سعيد بويزري، شكرا على وفائكم. تحيات فريق العمل، نلقاكم بخير وعلى خير غدا بإذن الله. السلام عليكم.